أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة اليوم من برنامج الحكاية بداية. وزي ما احنا متفقين مع بعض إن كل واحد فينا جواه حكاية، وكل حكاية أولها أو أساسها بداية. وحكايتنا النهاردة أو موضوعنا النهاردة اللي هنناقش فيه مع حضراتكم موضوع السوشيال ميديا. طبعا انتوا عارفين السوشيال ميديا ده فيه حاجات إيجابيات وسلبيات، كل ده هنعرفه مع بعض. خليكم معانا، هتعرفوا الحكاية وهتعرفوا البداية وهتعرفوا كل التفاصيل دي من خلال برنامجنا. بس قبل أي حاجة تعالوا نرحب بزميلتنا في بداية حلقتنا. أهلا وسهلا بيك يا هنا ومنورة الحلقة النهاردة. أهلا وسهلا فيك يا أنا سعيد بصراحة إن تكوني معانا في بداية حلقتنا النهاردة. ميرسي، أنا أسعد، مبسوطة كتير إنه أنا موجودة معكم اليوم. وأنا كمان يا هنا. موضوعنا هنتكلم النهاردة عن إيه بقى؟ هنتكلم على الإيجابيات ولا السلبيات؟ اليوم بدنا نحكي عن السوشيال ميديا، على تأثيرها على حياتنا، تأثيرها على يومياتنا، أطفالنا، إخواننا، أصحابنا. بدنا نحكي عن السوشيال ميديا بكل تأثيراتها، إيجابيات وسلبيات. أنا اليوم بدي أحكي شوي عن السلبيات. احكي كتير. بدنا نحكي كتير عن وأنا السلبيات. أحكي كتير عن الإيجابيات. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفضل. نبلش معك. تمام. احنا بنتكلم النهارده عن السوشيال ميديا. طب يعني انتوا عارفين كل اسره فيها انترنت وفيها سوشيال ميديا. يعني الرقابه هتبقى على الاب والاسره كلها، الاب والام والاخوات لازم يبقى فيه رقابه. هنتكلم عن السلبيات بقى، ايه اللي بيحصل للاطفال او الشباب اللي كل اسره بيستخدموا السلبيات ازاي، الانترنت ازاي في الحاجه السلبيه. اتكلمي بقى عن السلبيه. عندنا مشكلة كبيرة، أكبر مشكلة في أسرنا وفي الناس وفي المجتمع تبعنا العربي، إنه بيستخدم السوشيال ميديا بشكل كتير خاطئ. أكتر شيء، أول شيء وأهم شيء، إنه نحن بنضيع وقت كتير كبير على السوشيال ميديا. صح يعني. بنضيع وقت، مش عم نتعلم شيء، مش عم نعرف شيء، مش عم نحضر شيء مميز. بنضيع وقت على الفاضي. مفيش نتيجة. ألعاب. بنشوف فيديوهات مش أحسن شيء. أيوة. بنتابع ناس في أغلب محتواها إسفاف. ايوه، زي البلوجر، زي البلوجرات اللي بيخشوا في بلوجرز دايما يوميات مش عارف مين، يوميات كذا، تقعد بالساعات طويله عشان هي هدف معين، ان هي تبوظ عقول الفتيات والشباب. طبعا ده هي بتربح عن هذه الكلام، لكن احنا بنبوظ الاخلاق الحميده، بنبوظ القيم والعادات التقاليد اللي احنا اتربينا عليها. صحيح. احنا بنشوف بلوجرز بيطلعوا بيعملوا شغلات كتير غريبه. يعني في ناس بتطلع تعرض ملابس مبتزه. صح. في ناس بتطلع تعمل مقالب سخيفه. في ناس بتطلع تعمل شغلات فيها عنف كمان، يعني بتحرض الاطفال والشباب على العنف والبلطجه واسفاف. تمام. ايه تاني من المواقع اللي على الانترنت اللي هي الفاضحه، مواقع الانترنت اللي حضرتك عارفاها، الناس اللي هم بيخشوا اعلانات، ببص الاقي اعلان كده، افتح صفحه نت الاقي اعلان فيه ايه المشكله هلا انه صار مثلا الابلكيشن العادي، يعني بالظبط ينزل فيه الاعلان ده. في اي ابلكيشن، الابلكيشنز مش عارفه اذا ينفع نحكي اسم الابلكيشن او لا، بس الابلكيشنز الاتصالات والشات العاديه. بس اول ما افتح الابلكيشن اللي هو المفروض يكون موجود عند ابني، عند بنتي، عادي بنحكي مع بعض انترنت لو احنا مسافرين، بس افتح الابلكيشن بلاقي اعلان شيء قذر بصراحه، شيء قذر. وما اخجل انه احكي انه هذا تعريض، انه هذا انه هذا تحريض فعلي واضح على تطبيقات ابلكيشنز. لا، الابلكيشنز بتقدم تحريض واضح على الرذيله بالضبط. بس يعني مش عارفه شو احكي اكتر من هيك. الحل في التطبيق دوت يا جماعه، في تطبيقات بتنزل على المتجر حمايه للحاجات اللي زي دي، يعني زي ما بيقولوا فاير وول، حائط ناري. يعني لما بنزل التطبيق، في تطبيق مصمم لحذف او خفايا الاعلانات اللي هي بتطلع بشكل اباحي دي. ايه تاني عن الاضرار؟ أنا بس عندي مشكلة كبيرة إنه إحنا معتازين طول الوقت نتابع أولادنا. أنا صحيح مش بيحصل كده، بتسمعي كده بتجيلك رسالة كده على الموبايل، رابط معين بتخش عليه، الهاكرز تفتكر. ايوه، الهاكرز. برافو عليك يا هنا. الهاكرز طبعا هم هدفهم، طبعا هو ده الهدف الاساسي، ان هم بيلعبوا على التربح ويلعبوا كمان على العقول، طبعا فساد العقول. طبعا اسمها الحرب الالكترونيه او العصابات الالكترونيه. هم من دول احد العصابات اللي شغالين دلوقتي. رساله تيجي على الموبايل بتبقى الرابط شبه الفيسبوك،
او لعبه معينه. مجرد ما بيجي له الرابط بيفتح، يا عيني اي حد بيجي له رابط على الفيس عايز يفتح يشوف الرابط فيه ايه، يحط ايه اليوزر نيم والباسورد او رقم التليفون بتاعه. مجرد ما بيحط الحاجه دي لو سجل اي بيانات له بقى فورا البيانات. برافو عليك. فورا كل شيء في تليفونه اصبح متاح، اصبح مشاع. خدوا بالكم بقى، دي مش بس التليفونات، كمان الفيزا، بالظبط الفيزات، كروت البنك. يقول لك انا ببعت بيديك 4 حروف او 4 ارقام، من فضلك على الواتس حط الرقم دوت عشان ايه يسرق حسابك. مجرد ما تحط الرقم ده هو اتحقق بالرمز او تعيد هذا، خلاص خد منك الحساب، الاكونت، الواتس والفيس وكل حاجه. يقدر يتلاعب بيك ويبتزك عشان خاطر يطلب فلوس ومبالغ. هذا حقيقي. صح. ننصحهم بايه بقى؟ يبقى لازم نتاكد ان الرابط ده اخره .com. اي حاجه تانية حاجه تانية يبقى مزيف فيك. صحيح. اي رابط، اي حدا يجي اي رابط على الموبايل، على ماسنجر، واتساب، ايا كان هو على شو جاي الرابط، لازم اتاكد من صحه الرابط قبل ما افتحه. يعني نحن دائما اصابعنا سبقانا على طول بفتح اي رساله ايه الحق ده. وفي تطبيقات على فكره كمان اليومين دول شغاله، اللي هي ايه بتشجعك ان ايه تربح، ان انت ده بتكسب، انت تحط في فودافون كاش ولعبه ما بعرف شو بتكسب. بس ادفع مبدئيا مبلغ. والتداول ما بعرف شو بيكسب. وبيضحكوا عليكم وبيستغلوكم وبياخدوا فلوس. انا شخصيا اتنصب علي في مره من المرات. كنت بشتغل فوركس، كنت بشتغل في شيء له علاقه بالفوركس، تداول العملات وهيك. فكنت بشتغل في الاول مع شركه كتير كبيره ومعروفه كل شيء. بعدين شركه تانية عملت اعلان بنسب ارباح اكبر، فانا انبسطت بالموضوع. صح. فاشتركت على طول، وواتس ان انا حطيت مصاري في حسابي ومشان اتداول فيها، مشان استخدمها. مصاري اختفت. فرحت في الاول وفي الاخر المصاري اختفت. طيب عندك حاجه تانية تقدري اذا كانت نصيحه للشباب والفتيات تنصحيهم على الاضرار اللي احنا عرضناها؟ اول نصيحه واكبر نصيحه هي للاب والام. الاسره عامه لازم ننتبه على اولادنا شو بيحضروا الموبايلات. صح. انا بشوف كل الاطفال معهم موبايلات اندرويد طول النهار وشايفين طول الوقت على النت. يعني طيب انا لازم يكون في رقابه. عارف لو المشكله بس بالمذاكره، انا مش عارف ابني شو قاعد بيحضر على التليفون، شو بيفتح. ما هو كل شيء بيفتح عندك بمصر. يعني كل شيء في الدول العربيه بيفتح عنا هون. يبقى كل واحد يقول يا جماعه، اب او ام يقعدوا مع ابن، الحاجه دي غلط، الحاجه دي اضرارها كذا. والرقابه كتير مهمه. فانت لما توصل رساله لاولادك، الاولاد كمان في المدرسه بيوصلوا رساله لاصحابهم. ده حصل معايا كذا، ما انت كده حصل معاكي كذا كذا، وبتقولي لي انا هوصل رسالتك انت لزميلي، ده حصل معانا 1 2 3، يبقى اضطر ان هو فيه. صحيح. ايوه بالظبط. عشان ده بالنسبه للسلبيات. الوعي شيء كتير مهم. تمام. الوعي الأسري، الوعي في المدارس، الوعي في الجامعات، الموضوع شيء كتير مهم. نحن مش بس المفروض نكون بنروح مش بس المفروض نكون بنروح مدرسة أو جامعة مشان نقرأ أو نكتب ولا تعلم لنا كم معلومة. قدر الله مثلا فعلا واحد مثلا اتولد يتيم، ما عندوش أب وأم وأخ، يبقى فانت زي ما انت قلت كده بيتعلم في الجامعة أو في المدرسة. هي تعتبر هي المدرسة أو هي الأسرة رقم 2 بعد البيت. فهي دي فعلا ما كانش في البيت بنت يتيمه او ولد يتيم، لا يسال صحابه، يسال المدرس بتاعه ومدرسته تقول له الحاجات ديت. كمان السوشيال ميديا، يعني هي السوشيال ميديا مثل ما هي وسيله لفساد، وسيله لاخطاء، نحن بدنا نخليها كمان وسيله للايجابيات، للتوعيه. بالظبط. جيتي بقى عند ملعبي. يلا. بالنسبه بقى للايجابيات بقى، احنا بنتكلم بقى طبعا احنا في عصر التكنولوجيا، تكنولوجي انفورميشنز، تكنولوجيا المعلومات اللي هي داخله سريعه جدا في مصر وفي الوطن العربي. الايجابيات ايه بقى يا جماعه؟ يعني انا مثلا دلوقتي انا عندي خلصت مذاكره، خلصت حاجتي، خلصت كل حاجه، وعندي وقت متسع، عايز فاضي اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ طب ما انا مثلا عندي في مجال مثلا الجرافيك مثلا، او مجال فوتوشوب والحاجات دي، مجال الجرافيك. طب ما دي بدل ما ناخد كورس بره بيكلفني في الاسعار النهارده عالي جدا، وواحد مش قادر ان هو يدفع مصاريف الكورس ده. طب ما انا اخش على النت واشوف واتعلم. في مواقع كتير جدا في اليوتيوب
تدريب، في ورش تدريبيه بتعلم، في واحد بيشرح محتوى جميل جدا استفاد منه. انت بخبرتك دي انت بعد كده هتكتسب كتير جدا مهاره، وممكن تسوق نفسك بعدين. صحيح. اصبح التعليم ده ممكن انت تفتح لنفسك ورشه، تفتح لنفسك حاجه، تبقى انت نفسك تفيد نفسك وتفيد غيرك، ويبقى الموضوع بيزنس. صح ولا ايه معايا؟ صح تمام. في كمان محتويات كتير حلوه في السوشيال ميديا، يعني مثل صح. ما حكينا انه في شغلات كتير بذيئه في المجالات، الازياء ما شاء الله، في ازياء، في الجمال، في الطبخ، في تربيه الاطفال، في التنميه البشريه، في التوعيه الاسريه، في كتير محتويات حلوه. نحن بس محتاجين نتعلم كيف نختار المحتوى اللي صح. نقدر نحضره. انا اسمع كمان في قنوات جدا جدا بتنزل ليها روابط على اليوتيوب، قنوات التعليميه المتخصصه. يعني مثلا في واحد مش قادر ان هو يدفع درس، او مش قادر ان هي تدفع درس، في طبعا مع ظروف الحياه وضغط الحياه والاسعار والدنيا، طب ما انا ممكن اخلي ايه ابني تعالى اقعد مع صاحبي، او بنتي تعالي صاحبي، ونقعد مع بعض نشوف المحتوى ده ونتعلم من القنوات التعليميه دي. الدروس بتاعتنا اللي بناخدها في الكلاس او في الجامعه بنقعد نتعلمها، يبقى انت كده وفرت وقت مشوار رايح جاي. صحيح. وفرت فلوس، استفدت بوقتك الباقي ده تقدر بقى تعمل بيه حاجه لنفسك. انا بس بدي اسالك سؤال. اتفضلي. انا كم سعر باقه النت في مصر؟ بيتراوح من كم لكم مثلا؟ يعني الباقه البيتيه العاديه. الباقه بتبدا من تقريبا من اقل حاجه 35 جنيه تقريبا. لا باقه البيت. باقه البيت 250 اقل حاجه بتبدا 2 ميجا تقريبا. يعني من 250 جنيه مثلا ل 500 جنيه. تخيل انا ال 250 ل 500 جنيه انا ممكن اوفر مصاري قديش؟ دروس خصوصية قديش؟ دروس دينية قديش؟ دروس رياضية قديش؟ يعني أنا أحيانا أفتح وقت هوم والدروس الرياضية وأقعد ألعب عليها. صحيح. طب ما أنا بدل ما أروح لمدرب وياخد مني ويضحك، ممكن في ناس بتبقى، في ناس مش كل الناس بصراحة، في ناس بتبقى بتراعي ربنا سبحانه وتعالى، بياخدوا الناس دي فعلا بيعلموا ويوصلوهم للأولمبيات وجوائز وكده وبيسفروا بره. لكن في ناس تانية بتستغل بتعملها مادة، سبوبه زي ما بيقولوا كده. صحيح. سبوبه انت عارفاها باللبنان؟ ايه طبعا سبوبه اللي هي مصلحه. ايوه مصلحه. صح. ايه تاني فكريني على الايجابيات اللي في السوشيال ميديا نقدر نقولها؟ نفس الكوميديا يا جماعه. الكوميديا شيء كتير مهم، لانه هو كتير مهم بالنسبه لي. انا كتير بحب المسلسلات الكوميديه، وكتير بحب المسلسلات الكوميديه اللي ما فيها ابتزاز، ما فيها الفاظ خارجه. أيوة. يعني انا ما بعرف اذا هذا اعلان ولا شو، بس انا بحب الكبير قوي مثلا. ايوه. وعندنا المسرح طبعا، والمسرح استاذ اشرف عبد الباقي، مسرح مصر. بحب كتير الكوميديا اللي ما بيكون فيها ابتزاز، ما بيكون فيها الفاظ خارجه. الكوميديا اللي نقدر يعني نغير جو، نطلع من المود تبعنا، وبنفس الوقت انا قادر اقعد انا واولادي. صح. يعني قادر احضر انا واولادي نسمع الالفاظ هي انا واولادي. ما عندي مشكله، ما عندي تحفظ على شيء لو انا واولادي ومرتي، لو انا وابويا وامي حاضرين. ايوه صح. الكوميديا شيء مهم جدا، وخصوصا في الوقت اللي احنا عايشين فيه النهارده. الكوميديا بقت يا جماعه عمله نادره. صحيح. بقت عامله زي جنيه الذهب. النهارده انا ما اقعد مع واحد صاحبي يعني يفرفشني ويضحكني وينسيني شغلي وتعبي وشقى. النهارده اشتقيت كتير، كنت عندي حلقه طلعنا بيها، عندي حلقه في مدينه، انا بقعد مع ابني او صاحبي وينسيني الدنيا كلها. ده كنز على فكره، عكس ما بقعد مع واحد صاحب السوق ويعلمني حاجات انا المفروض مبادئي واخلاقي ان انا ارفضها. صح كده؟ شيء كتير مهم ان احنا نعلم اولادنا كيف يختاروا، كيف يدوروا على المحتوى اللي يفيدهم، وكيف يحددوا شو المحتوى اللي هم محتاجينه. صح. يعني مش مفروض انه انا اترك طفلي هيك تايه، هيك ضايع، بيدور على الشيء اللي ممكن يستهويه، الشيء اللي ممكن يكون حلو فيه او شاطر فيه. انا المفروض اخذه بايده لابني، انه احطه على الطريق، انه اخليه يتعلم كيف يختار المحتوى اللي يلبق عليه واللي يناسبه، مش اتركه هيك ضايع يدور هون وهون وهون وبعدين بالاخير هيضيع. ونرجع بالاول وفي الاخر برضه يا هنا، اللي عليه عامل اكثر هو التربيه. صحيح. هم ليه سموها التربيه والتعليم؟ كانوا قالوا التعليم الاول ثم التربيه. التربيه اهم بكتير من التعليم. الاهم فعلا، وفعلا هي التربيه. في ناس كتير مش متعلمين كتير، بس اخلاق
برافو عليك، مش عايز اقول بصمجيه، ما بيعرفوش يفكوا الخط، ولا خدوا حتى شهاده محروميه. صحيح، بس عندهم مبادئ اخلاق قيم بمليون حدا اتعلم. برافو عليك. فرحتي واخد دكتور 2 دكتوراه و3 دكتوراه وسافرت بره وبتاع. انت خدت علم بس للاسف مش اللي خدتش التربيه اللي هي الصحيحه. صحيح. فطبعا هيبقى شخص فاسد هيعلم ناس كتير هيبقى فاسده زيه. فخدوا بالكم يا جماعه، التربيه عامل مهم جدا، التربيه الاسريه، التربيه الاجتماعيه، التربيه النفسيه، طبعا السلوكيات طبعا النفسيه طبعا اهم شيء التربيه طبعا النفسيه. يعني زي ما بيقولوا كده، اللي بيحترم نفسه، شوف كلمه نفسه، طبعا الناس كلها بتحترم. والمشكله عندنا في مجتمعاتنا العربيه التربيه النفسيه شيء كتير مهمش ومهمل. صح. يعني أنا كتير بشوف أبهات وأمهات بيعنفوا أولادهم، كتير بشوفهم بيتجاهلوا أولادهم، كتير بشوف أبهات وأمهات بيتنمروا على أولادهم. صح. وهدول بتكون من أهم الأسباب اللي بتخلي الأولاد تلجأ للمحتويات الفاسدة على السوشيال ميديا أو أصحاب السوء. يعني صح فعلا، ده حقيقة. وزي ما بيقولوا كده فعلا، أنت لما تيجي تربي واحد تربيه من الصغر. صحيح. مش بعد ما يطلع تبقى زرعة طاحة وكبر معاك بقى عنده 12-13 سنة مش هتعرف تعلمه حاجة، خلاص مش هتعرف تربيه. صحيح. خلاص هيبدأ يتاخد سكك تانية احنا المفروض احنا غنى عنها. وانت موضوع التربيه يعني هو موضوع كبير، بده برامج مش برنامج ولا حلقه. ده عايز برامج صح. بس هو يعني الاهم في التربيه انه الاب والام يصدقوا اولادهم، يصدقوا في شخصيتهم، يعطوهم حريه، يعطوهم انه كيف يتعلموا يعتمدوا على حالهم، كيف يتعلموا ياخذوا قرارات، حتى يتركوهم يغلطوا ويجربوا. نسبه الحريه ديت يعني معناها بتديهم الثقه، الحافز. انا شفت بقى ابني علمته الاسس والمبادئ ومشيته عليها، انا كمان خلاص اغمض عيني عارف ان هو هيعمل ايه. صحيح. يبقى انت كده اديته حريه، اديته كمان ثقه في النفس، سلوكيات نفسيه، وعلمته. بعد كده بتختاروا، بتقول له كذا طريقه، عندك مجال كذا مجال كذا مجال كذا، هو حابب ايه بياخد الطريق فيه. صحيح. صح. ايه تاني هنتكلم برضه على الايجابيات مثلا؟ تاني احنا بالنسبه برضه الايجابيات بالنسبه للسوشيال ميديا، ممكن انا بستغل حته مثلا لو انا مثلا ما عنديش قدره ان انا اشحن باقه واي فاي. طب ما في حلول تانية، في باقه ممكن باقه صغيره ممكن اشحنها على الموبايل، وممكن اوزع منها للاسره. بفتح نقطه اتصال زي ما انت عارفه، يبقى انت كده مثلا في مثلا واحده بتذاكر اختك ومفيش مثلا نت عندها، يبقى هي باقل تكلفه تقدر تحقق الهدف اللي انت عايز تحققه النهارده. صباح بكره امتحان والنت فاصل عندي في البيت، ولو رحت شحنته ممكن خدمات العمله ينسوا يفعلوا لك الباقه، دفعت ثمنها راح عليك الفلوس، ما بتفعلتش الخدمه. فانت بتعمل ايه؟ بتشحن باقل تكلفه على قد جيبك زي ما بيقولوا، وانت اخوك بيذاكر معاك اديله اكنه راوتر بالظبط، وانت بتديله سويتش. فدي برضو حلول بسيطه يمكن الواحد يقدر يتذكرها وما ينساهاش. من اهم برضو مزايا المواقع والانترنت، يعني الشباب اللي انا بشوفهم بيضيعوا وقت على النت هيك، الانترنت مليان مواقع فيها وظائف خارجيه وداخليه. في وظائف من البيت بس ما بدك شيء غير اللابتوب تبعك. أيوة. في وظائف برا البلد جوا البلد. صحيح. هذا الشيء. فونس ان انت تعلمت لك شغله تقدر تعملها على الكمبيوتر، ديزاين، تعلمت تكون ديزاينر، تعلمت تكون اي شيء مبرمج، اي شيء، شغلات بسيطه تقدر تعلمها من الانترنت وتقدر تشتغلها على الانترنت وانت قاعد في بيتك، وتطبقها في البيت وتبقى تكلفتها قليله جدا وتدخل لك مصاري. بالظبط، دخل لك مصاري فلوس. يعني يكون عندك راتب. عندك راتب ما شاء الله. وما تنسوش يا جماعه كمان برضو الصفحات البيج اللي منتشره اليومين دول في السوق، ان اي حد بيتصل بحد وبيعمل اعلان بمول يقول لك عايز تشتري صفحه جاهزه عليها متابعين قد 4 مليون مثلا سيمان، وبتدفع 3-4 آلاف جنيه، وهي اصلا الصفحه دي اصلا غير هادفه، وهي كانت عليها محتويات. على فكره المتابعات هتقل منك ليه؟ منها كتير. لان انت لو انت عندك اساسا صفحه لو بادئ فيها 1 متابع وعندك محتوى هادف ومجال انت حابه، هتعمل متابعين حقيقيين. صحيح. يقدر يتابعوك. انت اللي تزود، ما تاخدش حاجه جاهزه. الجاهز الحاجه اللي ما بتقول بتيجي سهله كده بتروح بعد كده منك.
صحيح. انت لازم، صح كده؟ فن اختيار المحتوى. ايوه صح يا هنا. اختيار المحتوى شيء مهم. ناس كتير بتطلع وبتشتهر بمحتويات يعني فيها اسفاف ما بتناسب اطفالنا ولا اسرنا، فطبعا انه ممكن تتربح من السوشيال ميديا، بس ما فيش داعي انه انت تتربح بمحتوى ما بيناسب اطفالك، ما بيناسب اطفالنا، ما بيناسب المجتمع الشرقي، ما بيناسب مجتمعنا في مصر والوطن العربي. صحيح. يعني ما ينفعش مبادئ واخلاقي كمصري او لبناني او اقدم محتوى غير هادف. وفعلا في صفحات كتير كان يعني في صفحات انا كنت عملت لها متابعه بتحكي عن الفاشون مثلا، بتحكي عن الشعر، عن ما بعرف شو. الصفحة تباعت، الصفحات بتتباع بتغير اسمها، بتصير تنزل فيديوهات وصور مش لطيفة. فأنا بضل أحكي يا ربي أنا من وين اجتني هاي الصفحات. بتفاجأ إنه هي كانت صفحة كانت موجودة عندي من قبل وكان ليها اسم تاني وكان عليها محتوى تاني. أيوة. وتباعت وصارت عارض عليها محتوى غير اللي أنا كنت بتابعه. صح ده حقيقة فعلا. هنا خلي بالكم الموضوع دوت، الموضوع ده خطير جدا على فكرة، اللي هو اصلا ممكن تكون الصفحات دي بتبقى مسروقه من حد. صحيح. وهم بيبقوا زي واحد سارق عربيه كده وبيبيعها. هي من ضمن مساوئ السوشيال ميديا. فرحان بيها وبيسوق عربيه جديده وبتاع، هي اصلا متباعه لحد وفيها عيوب وفيها كذا. فخلي بالك انت ابني نفسك بنفسك. في موضوع اثاره زميلنا العزيز لما كان بيحكي لنا المصور القمر هذا تبعنا طبعا لما كان بيحكي لنا عن الفنانين، يعني بيحكي في فرق في عنا طبعا فنانين كتير في الوطن العربي، فهو مبسوط بالفنانين اللي بيحترموا عقولنا، بيحترموا اسرنا، بيحترموا حياتنا وتقاليدنا. الفنان اللي بينزل على الصفحه تبعته بينزل عليها صوره محترمه من وقت للتاني، المحتوى تبعه محترم من وقت للتاني، مثلا لو هو فنان حتى اعماله بيحترم فيها عقولنا، بيحترم فيها تقاليدنا. فهذا الموضوع كتير مهم. مثل ما في فنانين تانيين بينزلوا مشاهد ما بعرف وين وملابس ما بعرف كيف عامله، صح، وهي كانت فين ومتصوره فين والكلام ده كله. صح فعلا. صحيح. الفنانات وفي فنانين كتير يعني في ناس بتنزل بتتباهى بالبزخ والمجوهرات والما بعرف شو. بحس هذا شويه في استفزاز اكثر للشعب. يعني نحن شعوبنا مش كلياتنا عنا هي المقدرات. صح. فبحس انه لازم نحافظ على مشاعر بعض اكثر. صح طبعا. سواء في التقاليد، سواء في الملابس، سواء في استعراض النعم تبعيتنا. صح. يعني حلو انه اما بنعمه ربك فحدث، كثير حلو. صح. بس لازم يكون في حدود لكل شيء، لازم يكون في احترام لمشاعر الناس في كل شيء. طبعا الناس مش ناقصه بصراحه. يعني مثلا هطلع مثلا فنانه شايله في الاثنين دراعها بتاع فوق ال500,000 جنيه، طبعا اللي بيتفرج عليك لا وما بعرف الفستان مش جاي من باريس في كم قطعه الباس. صح، مشغول بالالماس. صح. فالنهارده يا جماعه موضوعنا كان مهم جدا، اتكلمنا في كل المجالات الخاصه بالسوشيال ميديا وفي كل مجال في السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا متشعب منه حاجات كتير جدا. اتكلمنا على الصفحات المزيفه الفيك، اتكلمنا على التطبيقات اللي هي مزيفه، اتكلمنا على الهاكرز، اتكلمنا عن كل الحاجات دي كلها. فخدوا بالكم يا جماعه، احنا وقت حلقتنا انتهى ولا لسه؟ احنا للاسف يا ياسر وقت حلقتنا انتهى بجد. للأسف. أنا شايف المخرج بيشاور لي. للأسف الوقت حلقتنا انتهى. أنا انبسطت كتير معك يا ياسر اليوم، مبسوطة كتير في البرنامج. يسلموا. برنامج تنور وخصوصا يسلموا كتير، مبسوطة كتير، وبتمنى السادة المشاهدين يكونوا انبسطوا. ونحن وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامجكم الحكاية بداية مع ياسر أبو شقرة وهنا راشد.